السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد معاكم يا حبايب قلبي. هنا كنت بعمل الخميرة زي ما بشوف كده على النت بقى، ان انت بتحطيها في كوباية عليها معلقة السكر وشوية المية وتسيبيها تخمر بقى وكده، وبعدين تحطيها على العجينة. بس حسن ما حققليش الحلم دوت. اللي انزلي على العجينة وهي هتخمر، الكلام ده لو الخميرة بايظة. انزلي يا حبيبتي على العجينة. قلت له خلاص ماشي حاضر. طبعا احنا هنا كنا هنعمل عيش باللحمة، او عملنا يعني، مش هنعمل، لا عملنا. فانا حسن كان بيعجن شويه وكان مستعجل بقى، عايز يخرج يجيب حاجات ويجي. فقال لي انا هعجنها لك كده اوام اوام، وانتي ايه لميها على السريع، يعني سيبها لك انتي تلميها اللمه الاخيره. قلت له ايه خلاص ماشي مفيش مشكله. عايزه اقول لكم ما تنسوش تصلوا على الرسول يا حبايب قلبي عليه الصلاه والسلام، وادعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم كده بقى، ان ربنا يهون عليا بقى ويقرب لي ساعتي، لان الموضوع كده طول خالص. مش عارفة، ميعاد الولادة عدى ولسه بدري، بيقولوا لي لسه معاكي 10 أيام كمان. عايزة دعوة حلوة كده من قلوبكم، إن ربنا يقومني بالسلامة كده ويديني ساعة سهل من عنده، ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة يا رب إن شاء الله، ما يحرم حد منها، ويوسع رزق كل حد يعني، ويشفي كل مريض يا رب، يشفي جميع كل مرضى المسلمين، اللهم امين. ويرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. طبعا هنا بقى انا كنت ايه، هو كان خلصها بقى ومشي، وانا ايه قعدت بردك اعجنها شويه صغيرين، لميتها بقى بشويه زيت كده وخلاص، هلمها بقى خالص كده، هي كده خلصت يعتبر، واسيبها بقى ايه تخمر. هنا بقول لكم انا خلصتها يعني خلصت خلاص بقى، هنسيبها ايه تخمر بقى. طبعا بتغطيها بقى بفوطة، بحتة بيضة، اي حاجة عندك بتغطيها بيها وتحطيها تحت بطانية الحاف، المهم ان هي تخمر يعني حلو. هنا بقى بوريكم ان هو، طبعا هنا في الحته دي كنت فاكره ان انا بصور فيديو، طلعت ان هي صوره بس. كنت بوريكم منظر اللي هو زي البيتزا ده، الرغيف اللي هو زي البيتزا الرغيف الكبير، فكنا حاطين فيه بيضه من جوه وكده، ورشه فلفل اسود وملح، وهو اصلا كان عاملينه بالصدوق. وفي الاخر خالص بقى، هو لما هيتحمر الوش بتاعه هيحط عليه بقى طماطم، وهيحط عليه الجبنه الموتزاريلا وجبنه تانية شيدر. طبعا هنا بقى كان انس بقى، استاذ انس عمال يعمل ايه معاه بقى، لازما في عجينه لازما انس يحط ايده ما يفوتهاش. انا هنا بوريكم يعني ايه، يعني مقتطفات كده من اللي هو بيعمله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واللي ما اشتركش بقى يشترك عشان القناه تكبر بيكم ومعاكم بقى حبايب قلبي. كل اللي يتفرج على الفيديو يدوس لايك، يرزع التليفون كده اللايك المتين عشان الفيديو يعلى كده ويتشاف. هنا انس بيوريكم ان هو ايه بيعجن معانا يعني بيعمل بشوكة كمان، بيقلد ابوه قلودة ده قلودة. بصوا بقى اسمعوه هنا هيقول لكم ايه. قلت له انا شجاع زي ابوه، قلت له اللي هو شجاع وبيعمل عجين وبيعمل مع ابوه، تعمل مع ابوك العجينة ويعملوا لنا شير كومنت لايك لايك واشتراك في القناة واشتراك في القناة وبحبكم. وبحبكم هنا بقى طبعا هو كان استوى وكده، وقال لي بس ياخد تحميرة من فوق، ويحط بقى عليه الموتزاريلا والطماطم وخلاص كده، يا دوب هي بتسيح وخلاص، هو كده يعتبر سواه. بس هو ما حطش الموتزاريلا والكلام ده كله من الاول عشان ما تسيحش وتتحرق، او تتحرق وتبقى ناشفه يعني. الطريقه دي جميله وجربوها هيعجبكم ان شاء الله بامر الله، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب ان شاء الله. ده بقى كان الشكل النهائي بقى معانا، وتفضلوا معانا لقمه هنيه تكفي 100. متنسوش تصلوا على رسول يا حبايب قلبي، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش اللايك والشير، كومنت حلو منكم، والاشتراك في القناة.
هنا بوريكم بقى منظر البيضايه بقى كده جوه العيش باللحمه بقى جميله. يعني بصوا هنا الشكل عامل ازاي، كأنك عامله ايه بيتزا. حلو، بألف هنا يا ربي لكل اللي كان ليه النصيب.